الاهلي يتأهل للدور قبل النهائي في الدوري الافريقي. اداء سيء للعيبه واداء اسوأ من كولر. السؤال هنا، ليه دايما اداء الاهلي في البطولات الافريقيه في البدايه سيء جدا؟ اصدقائي احبابي متابعينا في كل مكان، اهلا بيكم على قناه ايمن سبورت 2 وحلقه جديده من حلقات فرفوش واصحابه. انا من رايي يا فرفوش ما تزعلش مني، الاهلي ما يستحقش التاهل. وارد يا كوتش ان الفرق ما كانتش في حالتها، او اغلب الفرق ما بقاش في حالتها، انما من صفات الفرق الكبيره انها تحقق اهدافها رغم هبوط المستوى. يعني اهم حاجه انك انت تاهلت رغم انك ما قنعتنيش بالاداء. للاسف الغريب ان دايما الاهلي في بداياته الافريقيه دايما بيبقى وحش جدا، مش عارف ايه السبب. بيبدا بدايه مش حلوه وبعد كده ينطلق. تقدر تقول لي مين يستحق يبقى نجم المباراه؟ ولا واحد يستحق يكون نجم المباراه. الاداء من اللعيبه كلهم ولا واحد فيهم تقول عليه اللي هو كان شايل الفرقه النهارده. حتى كولر ما كانش فورمه النهارده. والغريب ان يعني شايف الفرقه بالحاله دي وبالمستوى ده وما فكرش يعمل تغييرات بدري، ده عمل العكس. اخر 5 دقايق راح منزل لي موديست. يعمل ايه يا عم موديست ده؟ انا مش فاهم. هنحاول نقنع نفسنا ببعض المبررات ان انت لسه في بدايه الموسم، واللعيبه هتهتم باهميه الماتشات فيما بعد. ودي عندك صن داونز اهو هتقابله، ورونا بقى تعملوا ايه. ده الاختبار الحقيقي اللي تحكم بيه على المستوى الفرقه. ماتش سان داونز فرقه مش سهله وفرقه حلوه، ونشوف بقى نحكم بقى على الاهلي ساعتها يقدر يكمل ولا يطلع بدري. ربنا يستر. لا، والتحدي هنا مش انت تقابل فرقه صعبه وبس، التحدي كمان في عامل الوقت. يا دوبك هتعمل تمرينه وتاخد بعضك تجري على جنوب افريقيا، فالوقت مش هيبقى في صالحك. فهنا بقى التحدي الاكبر. يمكن يكون اداء اللعيبه وكولر وحش علشان بيفكروا في ماتش سان داونز. على العموم احنا هننتظر موقعة الاحد ونشوف ايه اللي هيحصل. يا رب نكون اسعدناك ويا رب نكون وفقنا. ما تنسوناش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، ويلا سلام.